الزربية الفاتيسية. هذه الزربية البهية الزاهية الألوان لطالما ميزت وزينت ديكورات الأعراس والبيوت في مختلف المناسبات، ولعل الكثير منا لا يعلم عنها إلا اسمها ورسمها. نحط بكم اليوم الرحال في قصر فاتيس، معهد الزربية الفاتيسية 70 كيلومتر شمال ولاية ميمون، بمناسبة العيد السنوي لزربية فاتيس في طبعته الرابعة، تحت الرعاية السامية لوالي الولاية وإشراف المجلس الشعبي البلدي لبلدية تينركوك. واختير لهذا العيد شعارا يرافقه ويساوقه، وهو أصالة، فن واستثمار. فيسعدنا ويشرفنا أن نلقاكم في هذا اليوم لنحتفي وإياكم بهذه الزربية التي تعد هوية بصرية فاتيسية قبل أن تكون تراثا محليا، فحجم التوثيق البصري المتضمن داخلها يجعل تاريخها الفني تراثا لا ينضب. هدفنا أولا وآخرا هو ترقية هذه الزربية لتكون إن شاء الله دارجة في التراث العالمي، وهذا لا يتأتى إلا بجهود الجميع. كما أن لهذه الحرفة ترابط وثيق مع القطاع السياحي، إذ تعد عاملا هاما من عوامل الجذب السياحي للمنطقة، وتشكل أيضا موردا اقتصاديا لعديد العائلات التي تحترف صناعة هذه الزربية. وأستغل هذه المناسبة لأؤكد بأننا كسلطات محلية سنبذل قصارى جهدنا لدعم وتشجيع هذا النوع من الصناعات التقليدية التي تتميز وتختص به ولايتنا، وذلك بهدف الحفاظ على هذا الموروث الثقافي العريق الذي يمثل ثقافة وهوية وحياة المجتمع المحلي. ودون إطالة أعلن من هذا المنبر عن افتتاح رسمي لفعاليات الطبعة الرابعة لمهرجان الزربية الفاتيسية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بأدوات بسيطة وبخيوط صوفية يطلق عليها محليا اسم الطعمة، دون أن ننسى السداء. وتبدأ العملية بغرس وتدين في الرمال، حيث تجلس امرأة عند كل وتد وتسعى سالسة بينهما حاملة في يدها خيط السداء لتمرره وتلفه بين الأوتاد. أما الجالستين فتقوم بشبك الخيط بخيط أغلظ منه لتفرقه عن بقية الخيوط. بعد هذه المرحلة يعلق في أخشاب، وتبدأ الزربية في أخذ شكلها تدريجيا مع كل خيط ينسج. الوطن كل، وهذه أقدم جمعية في المنطقة بالنسبة للصناعة التقليدية. كان يمثلها برنو الله يرحمه، هو اللي كان رئيس الجمعية، هو اللي مثلها خارج الوطن مرتين خارج الوطن، وهي اللي راح حكمة مركز الصناعة التقليدية. يعني تعتبر هذه الزربية
من أهم وأشهر الزرابي في المنطقة. يعود تاريخ هذه الزربية العريقة إلى سنة 54 900 وألف بقصر فاتيس، وبالتحديد بمنزل بلغيت عبد المحمود، إذ كان مدرسا للقرآن الكريم، فكان هو من خط أشكالها ورسم رموزها. ويعود سبب بروزها إلى المسابقة التي نظمت من طرف سلطات الاستعمار الفرنسي لكشف إبداعات الإنسان الصحراوي واختبار عبقريته، فشاركت فاتيس بهذه الزربية التي نالت إعجاب الجميع، فانتشرت وكانت تنسج بمواد بدائية بالصوف المصبوغ ببعض المواد الطبيعية كالعشب وقشور الرمان والزعفران وغيرها. فدأبت المرأة الفاتسية على نسجها وحياكتها جيل عن جيل حتى وصلتنا. انا درنا تجربه تاع الزرابه بالنيلون باش نجيتيو هاد القبله تاع النيلوات مرميين في الزرقاء. فوالا هذه بالنيلون الساشيات، هذا تاع البطاطا. حاولنا نديرو لك تجربه منها.
اللي بيك، قول لي واش اللي بيك، وسكاتك هون عني المحن، هي كسكاتك هون عني المحن. عودي يا عودي، ربيتك يا ولدي، ربيتك يا ولدي، وكل حفلة نمشي انا وياك، ياك كل حفلة نمشي انا وياك. هكا شي ياك قاعد ابوي قاعد اضرب قاعدها Hey,